اخواتي المسيحيين عاملين ايه؟ يا رب يكون كله تمام. معلش حقكم عليا، انا اعتذار مني. انا سمعت ان في حد اساء لكم وقال لكم يا كفتسة او يا كفتس او حاجة كده. طبعا ده لا يليق، ازاي حد يقول لكم كده؟ معلش يا جماعة حقكم علينا. شباب بقى، ما احنا كنا شباب، انت عارف يعني ساعات كده الواحد وهو متعصب بيقول حاجات كده ويندم عليها. فما تزعلوش يعني. كلمة زي دي طبعا عيب كبير جدا تتحقل في حقكم، انتوا ناس كرامتكم فوق كل شيء. وبالمناسبة دي، انا يا اخواتي عايزين بقى ايه نقضي بقى على اي حاجة بتمس كرامة المسيحيين. يعني كفاية بقى. اظن جاء الوقت ان احنا نقول كفاية لأي حاجة بتسيء للمسيحيين. فانتوا لازم تطلعوا حالا دلوقتي اهو، تاخدوا كلكم كده معاكم فوط مطبخ وتطلعوا على اورشليم بقى، على مقام اله حضرتك، عشان نشيل من عليه ريالة اليهود والتفافة والقرف ده. كفاية بقى اهانة، كفاية اهانة وتفافة وناس تقول لنا يا كفاتسة. لا، لازم يقفوا عند حدهم بقى بجد، انا مش بهزر. قد اعذر من انظر. تطلعوا دلوقتي حالا تجيبوا مفاتيح كنيستكم اللي بتنور دي، ما شاء الله عليها، كل سنة بيطلع منها نور دي، مفاتيحها مش معاكم. فانتوا ازاي قابلين على كرامتكم حاجة زي كده؟ اهو ده اصل اللي بيخلي بقى الناس تقول لكم يا كفتس. فانت لو سمحت انتوا تطلعوا دلوقتي حالا على اورشليم، مفاتيح كنيسة القيامة تبات معاكم الليلة، لان ده حاجة بجد يعني على حساب كرامتكم، وانتوا كرامتكم فوق كل شيء. محدش يقول للمسيح يا كفتس طول ما انا موجود.